يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم عاملين؟ فنانتنا فنانة مش عادية، دخلت التمثيل بسبب المجموع وأثارت جدل كبير جدا بسبب ديانتها. حنان سليمان تتمتع بوجه هادي وخجول، ولكن بمجرد ظهورها قدام الكاميرا أو أي شاشة بتتحول، وبدأت مشوارها بالكوميديا لكن بعد كده تحولت إلى الدراما. اتولدت حنان سليمان أبو عوف في 22 أغسطس 1960 واشتهرت باسم حنان سليمان. والدة حنان سليمان كانت من الصم والبكم، يعني ولا بتسمع ولا بتعرف تتكلم. علشان كده حنان سليمان كانت حاسة من صغرها إنها مسؤولة عن والدتها. تقول حنان سليمان إن هي ما كانتش بتعرف تتكلم طبعا مع والدتها، لكن علشان الوسيلة الوحيدة اللي بيني وبينها علشان تفهمني أنا كنت بشاور وهي كمان كانت بتشاورلي. والدة حنان سليمان كانت جميلة جدا جدا، وهي طالعة طبعا زيها لأنها فعلا هادية وجميلة، علشان كده تلاحظوا إنها كلامها قليل لكن بتسمع كتير. ودرست حنان سليمان في المعهد العالي للفنون المسرحية، وانتشرت عنها شائعات كتير جدا جدا، كان أهمها إنها عمة أنغام. ولكن طبعا هي كذبت الخبر ده وقالت هو مجرد تشابه أسماء، ووالد أنغام اسمه محمد علي سليمان، لكن أنا اسمي حنان حسن سليمان أبو عوف. طبعا إشاعة غير صحيحة، وطبعا أنغام مش بنت أخويا ولا حاجة. وطبعا مشوارها الفني بدايته كان كله كوميدي لغاية ما اتجهت للدراما، وكانت أول مسرحية عملتها مسرحية الجوكر، وخدت هي فيه دور عصفورة اللي كانت فعلا جميلة ورقيقة في الدور ده. بعد ما أنجبت ابنها الوحيد مثلت دور الأم بجدارة، لأنها فعلا كانت ست طيبة وأم حنونة. حنان سليمان عملت أفلام كتير، وكان من أهم أعمالها مسرحية الجوكر، وبعد كده فيلم يا رب ولد، وفيلم الحب فوق هضبة الهرم، ومسلسلات كتير برضو عملتها كانت ناجحة جدا، زي مسلسل سارة ورأفت الهجان والضوء الشارد ومسلسل أم العروسة وهبة رجل الغراب. فعلا كل أعمالها كانت ناجحة جدا. في رمضان اللي فات الفنانة حنان سليمان أثارت الجدل. في بداية الشهر قالت أيوة أنا المسيحية اللي مستنية حلول شهر رمضان بفارغ الصبر، أيوة أنا المسيحية اللي مستنية الزينة بتاعت رمضان، أيوة أنا المسيحية اللي مستنية المسلسلات بتاعت رمضان. طبعا جمهورها استغرب لأن كل جمهورها عارف إنها مسلمة. جمهورها كلهم بيحبوها، سألوها هو أنت فعلا مسيحية؟ هي دي ديانتك الحقيقية؟ قالت لهم لأ أنا مسلمة، لكن أنا حبيت البوست ده قوي قوي وحبيت إن أنا أنشره على صفحتي. أما عن حياة فنانتنا الشخصية فهي ما بتحبش السوشيال ميديا خالص في إظهار حياتها الشخصية، لكن هي متجوزة واتجوزت مرة واحدة بس من الكاتب والصحفي حسام فارس، وتوفى 1999، وأنجبت منه ابنها الوحيد يحيى اللي بيعمل في مسيرة والدته فنان. من أنجح المسلسلات اللي عملتها الفنانة حنان سليمان هو مسلسل المداح اللي بنستناه كل سنة، ودور أم عظيمة. يلا اكتبوا في الكومنتات ايه احلى فيلم بتحبوه لحنان سليمان، وايه احلى مسلسل فعلا بتستمتعوا لما بتشوفوه. طبعا بنتمنى لها دوام الصحة، وانها تمتعنا دايما باعمالها الجميلة الهادية اللي اول ما بتظهر على الشاشة احنا كلنا بنحس بالبساطة والهدوء. يا ترى ايه احلى عمل حبتوه للفنانة حنان سليمان؟ ويا ريت الكل يكرمها بكلمة جميلة على اعمالها الجميلة اللي متعتنا بيها على مدار السنين اللي فاتت. ولو وصلتوا لنهاية الفيديو اوعوا تنسوني في لايك واشتراك للقناة، وبشكركم شكرا جزيلا.